أهلا بكم مجددا في حلقة برنامج موعد مع الذاكرة. الثورة الجزائرية وشهداء الجزائر، شهداء تحرير الجزائر، لم يكونوا من الجزائر فقط، كما أن ديار ومراكز المقاومة، مراكز التضحية، مراكز الفداء، مراكز اللوجستية للثوار لم تكن في الجزائر فقط، كانت حاضنتها المغاربية، تونس والمغرب وليبيا في الموعد. كان المقاومون المتطوعين التونسيون والليبيون والمغاربيون أيضا في الموعد، موعد مع المقاومة، موعد مع الاستشهاد. وأيضا الحاضنة العربية والإفريقية كانت سندا، كانت ظهيرا للجزائر أثناء ثورة تحريرها وبعدها. هل كرمنا ذاكرة الداعمي الثورة الجزائرية؟ هل رددنا جميل إخواننا في بلدان المغرب العربي أو بلدان الإفريقية وبلدان العربية ممن ساند الثورة الجزائرية بروحه، بدمه، بماله، بترابه، في مقابل مسارعتنا بعد الاستقلال الجزائر إلى تكريم وتمجيد والمبالغة في التكريم وتمجيد بعض الأسماء الفرنسية، خاصة اليسارية منها، التي ساندت الجزائر أو ساندت إيديولوجياتها، ساندت تنظيماتها الإيديولوجية كالحزب الشيوعي الفرنسي، وأعني بالخصوص هنري مايو، المرشح هنري مايو الذي أسمعنا عليه مستشفى في الجزائر، أو أودان الذي أسمعنا عليه ساحة مركزية في ديدوش مراد قريبا منا هنا، وأيضا عديد المواقع والساحات باسم بعض الفرنسيين ممن يقال أنهم كانوا سندا للثورة الجزائرية. وفي الحقيقة الاسمين المذكورين كان سندين لتنظيم المقاتلون من أجل الحرية التابع للحزب الشيوعي الفرنسي، الذي حاول أو في إطار إيديولوجيته الأممية القيام بثورة في الجزائر وإقامة دولة شيوعية خارج ثورة التحرير وخارج جبهة التحرير. لم يكونوا لا علاقة لهم ابتداء بجبهة التحرير وبالثورة الجزائرية، في حين أن كما قلت شهداء متطوعون ومساندون ثورة الجزائر تجاهلناهم. هل نحن ضعفاء أمام كل ما يأتي من الشمال، كل ما يأتي من الفرنسيين خصوصا؟ كرمنا جامعة جونسون، المسمى جامعة حقائب جونسون، بوسام من أعلى وسام في الدولة الجزائرية، بكتب، بأفلام جزائرية. هل كرمنا الهاشمي الطود؟ هل كرمنا الطاهر الأسود التونسي؟ هل كرمنا سويحلي في تونس والمغيربي وغيرهم في ليبيا؟ كل ذلك وصفحات أخرى من السند والدعم المغاربي وخصوصا من التونسي سنستذكره اليوم في لقائنا في موعد مع الذاكرة مع الباحث الشاب مختار بنيطو، الأستاذ والباحث في تاريخ المعاصر وبالخصوص منه تاريخ المغرب العربي والجزائر بالخصوص، والذي أصدر في الفترة الأخيرة كتابه الجميل والمفيد، كتاب العلاقات الجزائرية التونسية إبان ثورة التحرير 1954-1962 عن دار النعمان. مرحبا بكم أستاذ بنيط. أهلا وشكرا. ابتداء الفكرة اللي طرحتها في المقدمة، فكرة نكران الجميل لإخواننا في تونس وفي المغرب العربي، وأخص بالذكر في تونس، في مقابل مسارعتنا لتكريم كل ما يأتي من شمال البحر. لأنه هل هذه تأتي في فكرة ابن خلدون المغلوب مولع بتقليد الغالب والضعف أمام كل ما هو من الشمال واستنكار كل مغنية الحي لا تطرب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها ما أشكل علينا حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم، أنت علام الغيوب. سيدي الفاضل، دعني في البداية أشكركم على حسن استضافتكم ودعوتكم إلى هذه القناة المحترمة والموقرة التي تساهمون دوما في إفادة المواطن الكريم داخل وخارج الوطن، وتفيدون فيها وتنيرون المشاهد أيضا في التلفزيون الوطني على وجه الخصوص. بعد ذلك أتوجه إلى سؤالكم الكريم حول مقولة ابن خلدون أن المغلوب مولع دوما بتقليد ثقافة الغالب. وعن هذا الكلام أتحدث عن العلاقات الجزائرية التونسية. أقول بأن علاقتنا دوما في إطار مغاربي عربي إسلامي،
وهذا ما تجسد في الثورة التونسية والثورة الجزائرية، بعيدا على ارتباطنا بالثقافة الغربية الأوروبية التي ربما دوما تسعى إلى خدمة مصالحها وخدمة أجندتها دوما. وفي حديثي عن العلاقات الجزائرية التونسية وجدت بأن هناك زخم كبير من المعلومات التاريخية التي يندهش لها المؤرخ عندما يبحث بين الوثائق الأرشيفية وبين بطون الكتب التاريخ المعاصر. يتكلمون طبعا على الثقافة المغاربية المشتركة، وعن وحدة العقيدة، وعن وحدة اللغة العربية، وعن وحدة المصير المشترك، ألا وهو أن المنطقة المغاربية أنها تعرضت لعدو مشترك، ألا وهو العدو الفرنسي الغاشم طبعا، الذي عاث فسادا وخرابا ودمارا في هذه المنطقة المغاربية. نعم. الدعم التونسي رسميا وشعبيا، وخص به شعبيا لأنه تونس كانت في 54، يعني على الأقل في 54 ما زال تحت الانتداب الفرنسي، تحت الحماية الفرنسية. الدعم التونسي كان زخمه كبيرا شعبيا وشبه رسميا. كانت القوافل السلاح تمر من تونس، كانت قواعد الأولى للثوار في تونس عبر الحدود التونسية، كانت مكاتب السياسية والإعلامية في عاصمة تونس وفي المدن الكبرى. بعض المجاهدين وحتى بعض المؤرخين يقولوا هذا رد أولا طبيعي لامتداد القبلي والعشائري والقومي بين الشعبين، وأيضا رد الجميل لأن حتى الجزائريين في 52 فترة اندلاع الثورة التونسية تطوعوا بكثرة في الأوساط المتطوعين التونسيين. الثورة التونسية الأزهر شريط وجلالي بن عمر وصالح صفصاف وغيرهم. نعم. أقول وبالله التوفيق، أقول بأن بعض الجزائريين تطوعوا فعلا إلى مساندة الثوار التونسيون طبعا على الضفاف التونسية، مثل المناضل الأزهر شريط الذي تبرع وتطوع لمساندة الثوار التونسيون في ثورتهم، يعني وأوكلت إليه مهمة جمع الأسلحة والأموال على الضفاف التونسية، كون أنه من مدينة تبسة الحدودية ومعرفته الكبيرة بالمنطقة. ثم بعد ذلك أسرع مباشرة إلى الانضمام إلى الثورة الجزائرية بعد اندلاعها مباشرة، وأوكلت له مهمة أيضا جمع الأموال من الضفاف الشرقية طبعا. هذا أولا. ثم بعد ذلك تكلم عن الدعم التونسي للقضية الجزائرية. تباين بين الموقف الدبلوماسي والموقف الاجتماعي والموقف العسكري وحتى الإعلامي. طبعا بداية بالموقف الدبلوماسي نرى دوما بأن الحكومة في مجمل القول بأن الحكومة التونسية كانت عبارة عن يعني سياستها مشرفة في المحافل الدولية والدبلوماسية، وذلك يتجلى ذلك بأن حكومة بورقيبة كانت دوما تسعى جاهدة في تدويل القضية الجزائرية والتعريف بها في المحافل الدولية. مثلا نذكر على سبيل المثال تحرك بورقيبة إلى بريطانيا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبرئاسة آنذاك إيزنهاور الرئيس الأمريكي إيزنهاور، بتمثيل الجزائر هناك ومحاولة تدويل القضية الجزائرية والتحدث على قضية اختطاف القادة الخمسة والتنديد بهذا العمل الإجرامي الذي قال في بورقيبة آنذاك أنه سوف يساهم في عملية اللا استقرار في المنطقة، في منطقة المغرب العربي، وصولا مثلا إلى السفير التونسي في هيئة الأمم المتحدة المنجي سليم، طبعا سوف أيضا يعمل جاهدا على إيصال القضية الجزائرية في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة، وصولا مثلا إلى حكومة بورقيبة التي أبدت رأيها الإيجابي بمساندة القضية الجزائرية على مستوى الدول الأفرو آسيوية. يظهر ذلك في مؤتمر باندونغ في مدينة باندونغ الأندونيسية في حدود أفريل 1955 ميلادية. وأيضا على مستوى الدول العربية تحرك بورقيبة ورفقائه طبعا إلى طنجة، إلى ليبيا، إلى مصر آنذاك طبعا لتدويل القضية الجزائرية دولة. هذا الحراك الدبلوماسي الدولي مساندة الثورة الجزائرية كان تجاوب طبيعي، انعكاس طبيعي للزخم الشعبي اللي كان مؤيد برمته الثورة الجزائرية طبعا. ولكن بعض المتابعين المؤرخين يذكرون أن بورقيبة كان طريقته البرغماتية، طريقته في التعامل السياسي بالطريقة البرغماتية، كان يستعمل الثورة الجزائرية، كان يحرض الثوار الجزائريين قادة الثورة الجزائرية سواء في فرنسا أو في مصر أو في تونس على تسخين الأحوال، تسخين العمليات العسكرية، مضاعفتها للتفاوض
مع الفرنسيين لمسارعة الفرنسيين أو مقايضة الفرنسيين في الثورة الجزائرية، تونس مقابل الجزائر. يعني تشديد الثورة الجزائرية وسخونتها وارتفاع منسوبية العمليات العسكرية كان في صالحه لكي يحصل على الخطوة الأولى وهو الاستقلال الذاتي، وهو ما كان. نعم. أقول وبالله التوفيق وللأمانة التاريخية بأن موقف السيادة التونسية أمام القضية الجزائرية تميز بالتذبذب والغموض، وهذا من خلال سياسة بورقيبة التي قلت لها بأنها كانت مهادنة وغامضة نوعا ما. فبورقيبة كان أحيانا يظهر للعيان أنه متعاطف مع القضية الجزائرية، وهذا تحت ضغط من الجماهير العربية المتحمسة لرؤية تونس الفتاة والجزائر أيضا كدولتين عربيتين مسلمتين مستقلتين. ثم يظهر تارة أخرى بورقيبة كونه أنه لا يكترث ولا يبالي بالقضية الجزائرية. لماذا؟ لأنه كان تحت ضغوطات وتهديدات من الحكومة الفرنسية التي كانت لها مطامح قطرية وأن بالنسبة لدولة تونس الناشئة. وهنا دعني أتكلم قليلا على الحركتين المتناقضتين، هي الحركة اليوسفية والحركة البورقيبية. طبعا ظهر بورقيبة بأفكار وتوجهات غربية متأثرة بالفضاء الأوروبي، كونه أنه كان يقول دائما في خطبه وهي موجودة في نص الكتاب، كان دوما يقول إن من مصلحة تونس ربطها بالفضاء الأوروبي أي بفضاء فرنسا. وهذا ما تناقض مع فكر صالح بن يوسف الذي كان في شريكه في الحزب الدستوري الحر، الحزب الدستوري الحر يعني. وفي من ضمن الأمانة العامة. طبعا وهنا تناقض الرجلان وتميز كل منهما بسياسة اللا عودة، لأن صالح بن يوسف كان يرى بأن من مصلحة تونس وربطها بالفضاء العربي المغاربي الوحدوي الإسلامي، وأيضا توحيد الثورة في البلدان الثلاث، الزخم الثوري، عدم القبول بالهدنة واستقلال الذاتي. كان هو يطالب باستقلال تام في إطار المغرب العربي. يعني الثورة التونسية كان يرى بأنها جزء من ثورات المغرب العربي. نعم. وهنا أقول سيدي الفاضل بأن بورقيبة سوف يخوض جملة من المفاوضات، يعني بداية من ما بعد الخمسينات سيقوم بجملة من المفاوضات مع الحكومة الفرنسية التي رأت فيه ذلك الرجل المهادن، ذلك الرجل الذي يخدم مصلحتها. هذا على حساب صالح بن يوسف الذي رأت فيه بأنه ذلك الرجل المتصلب الذي لا يخدم رأيها الخاص ولا يخدم مصلحتها الخاصة. فدخل معها في مفاوضات جدية. هذه المفاوضات استطيع القول توعد فيها وتعهد فيها بورقيبة بأن يسلم الثوار التونسيون اليوسفيون طبعا أسلحتهم للسلطة المعنية، وهي بدورها لا تقوم بمضايقتهم. هنا بهذا القرار يكون بورقيبة قد قطع الطريق أمام توحد المقاومتين الجزائرية والتونسية على الضفاف الحدودية، وهذا ما مكن تونس من الاستقلال فيما بعد، لأن تونس سوف تلقى ترحيب من الحكومة الفرنسية برئاسة فرانس منداز آنذاك. وطبعا يبقى هناك تناقض كبير جدا مع صالح بن يوسف، وخاصة أن هذا الصراع لم يبقى صراع فكري تعبوي إيديولوجي فقط، بل للأسف الشديد تحول إلى صراع دموي فيما بعد، وذلك من خلال ربما الدخول في حرب أهلية شبه أهلية. نعم استطيع القول، يعني بين البورقيبيون وبين اليوسفيون، أنصار بورقيبة وأنصار عملية تصفيات كثيرة. نعم. خاصة في حق نعم. اليوسفيين الذين كانوا متطوعين في الثورة الجزائرية وكانوا داعمين لهم بالسلاح، وحتى عبر الداخل يعني في الجبال الجزائرية، في تبسة، في واد سوف، وفي الأوراس، في سوق هراس أيضا. صالح أو طاهر الأسود وغيرهم كانوا متطوعين أيضا في الجبال الجزائرية، وبعضهم استشهد يعني في داخل الجزائر، منهم أطباء ومنهم مقاتلين ضباط يعني مسلمين. قلت بورقيبة كان في إطار صراعه كما قلت الإيديولوجي الفكري. نعم. كان يناقض تماما الفكرة القومية اللي كان ينادي بها جمال عبد الناصر في المشرق العربي. ووقعت الثورة الجزائرية خاصة لجنة التنسيق والتنفيذ ثم الحكومة المؤقتة في هذا الاستقطاب بين البورقيبيين، بين فكر بورقيبة وفكرة جمال عبد الناصر. وفي الأخير الحكومة المؤقتة لكي تبتعد عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحكومة المصرية، حكومة الثورة الوالدة، رحلت إلى تونس واتخذت منها مقر بعدة دعاوى، منها القرب من الحدود الجزائرية ومراكز الثوار. هل ترى أن بورقيبة استغل الثورة الجزائرية لضرب جمال عبد الناصر، لضرب الفكرة القومية؟
أقول بأن بورقيبة طبعا كان بعيدا نوعا ما عن تدخله في الشؤون الداخلية للثورة الجزائرية، يعني مقابل أنه اتهامات بتدخل عبد الناصر في باتهامات نعم تدخل جمال عبد الناصر في الثورة الجزائرية، نعم. ويعني المساهمات المصرية في الثورة الجزائرية. أقول التناقض الذي كان بين بورقيبة وجمال عبد الناصر أن جمال عبد الناصر كان زعيم عربي قومي عربي يدافع على المسألة العربية وعلى كل الشعوب العربية الإسلامية، نعم. هذا ما أرق، أقول بالأمانة التاريخية، أرق بورقيبة، لأن بورقيبة كان فكره فكر غربي، فكره يدعو إلى المطامح القطرية، نعم. أقول بأن بورقيبة سياسة بورقيبة لم تتعامل مع الثورة الجزائرية يعني من أجل يعني التدخل في شؤونها بقدر ما كان يتعامل معها يعني بهيئة رسمية والدفاع عنها، خاصة لما يكون الموقف إيجابي فيما بعد ما بعد 1960 لتمثيل، واعتبر بورقيبة كممثل شرعي للثورة الجزائرية بعد 1960. أقول في البداية غلب منطق المصلحة الوطنية، لأنه يستحيل المصلحة القطرية تقصد؟ نعم، المصلحة القطرية، نعم. يستحيل أن كتلة جديدة الاستقلال وتفاوضت مع السلطة الفرنسية بأن لا تتدخل في شؤون المغرب العربي، كون أن فرنسا استفردت بالجزائر ومنحت لها الاستقلال هي والمغرب الأقصى طبعا. وهذا طبعا ما جعل بورقيبة مهاد ويظهر يعني بوجهين متناقضين نوعا ما. ما رأيك أعود لسؤالي الأول، ما رأيك فيما طرحته اهتمام الكبير بالتكريم الفرنسيين ولو كانوا مؤيدين لمنظمة المقاومين من جبهة التحرير والحرية على الحزب الشيوعي مثل مايو وأودان وغيرهم، جماعة جونسون، جماعة حمل الحقائب، وكثير من الفرنسيين بعضهم دربايا بعضهم حمل الحقائب، انقل رسائل تكريمهم وتمجيدهم وتسمية شوارع في مقابل نسيان بعض كما قلت الطاهر الأسود ولا غيره، ذكرت نعم. أسماء في المقدمة. نعم. ألا ترى أننا نكرنا جميل داعمي الثورة الجزائرية في المغرب العربي، في إفريقيا، في المنطقة العربية وفي العالم الثالث، في مقابل مسارعتنا وبرغبة وبلهفة لتكريم كل ما هو مرتبط بفرنسا ولو بجنسيتها؟ ما رأيك؟ أقول وبالله التوفيق بأن توجه الدولة الجزائرية يجب أن يكون توجه وطني وإحياء الذاكرة الجماعية. اليوم الأبناء والنشء الجزائري طبعا لا يعرفون الكثير عن المناضلين الجزائريين، لما تسأله على مناضل ربما جزائري لا يعرف إلا اسمه فقط أو تاريخه وميلاده، لا يعرف عنه الكثير. بالمقابل تسمية بعض الشوارع مثلا بشوارع يعني بأسماء فرنسية، فأظن أن الدولة الجزائرية يجب أن تتخلى على هذا الفكر هذا الغربي الفرنسي، وتكريم مثلا خاصة أنهم لم يكونوا من داعمي ثورة التحرير. نعم. حقيقة لو أي باحث تاريخي مثلا باحث تاريخي تعرف اللي كانوا في إطار ثورة إيديولوجية في الحزب الشيوعي، لم يكن علاقة لا بالتحرير ولا بالثورة التحريرية. نعم، يعني لم يكن لهم علاقة. لماذا نحن نمجدهم؟ هذا السؤال مطروح طبعا. لماذا لا نمجدهم؟ لماذا لا نمجد أبناء جلدتنا الذين دافعوا على وطننا، ذلك الوطن الذي قال في سيدي عبد الرحمن ثعالبي دافين أعالي القصبة يقول: إن الجزائر في أحوالها عجب، فليس يدوم بها للناس مكروه، ما حل بها قط عسر أو ضاق متسع إلا ولطف من الرحمن يتلوه. ومن لطف الرحمن ومن الكرم الذي جبلنا عليه أن يكون الوفاء ورد الجميل لكل من ساندنا، لكل من وقف معنا وقت الشدة. نعم. وقت الثورة وقت نعم. الحرب والعسر. نعم. ومن ذلك كما قلت تكريمهم ولو معنويا ولو نعم. فكريا بأوسمة بكتب بأفلام كما فعلنا مع حملة الحقائب جونسون. أستاذنا الكريم، الوقت حقيقة يسارع نعم. لنا في هذا اللقاء القصير نعم. هذه المرة على نعم. غير العادة. نعم. لو تلخص لنا هدفك من الكتاب وفي دقيقتين غرضك من تأليف الكتاب، وكلمة ختامية لك للباحثين ولكل عشاق التاريخ والثورة الجزائرية. أقول وبالله التوفيق، لطالما راودتني فكرة تأليف كتاب، وخاصة أنني كتبت مذكرة أنا وزميل لي في إطار مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس أستاذ تعليم ثانوي في المدرسة العليا للأساتذة وأنا ابنها المدلل. أقول كانت موسومة تلك المذكرة بالعلاقات الجزائرية التونسية إبان الثورة التحريرية 1954 إلى 1962.
انفردت أنا بالعلاقات الجزائرية التونسية، وانفرد زميل لي بالعلاقات الجزائرية المغربية. فبعد ذلك عاهدت نفسي أن أواصل المسيرة العلمية الأكاديمية المحققة في الموضوع نفسه، لأنني وجدت الكثير والكثير من المعلومات التي يستوجب أن الباحث أن يقف عندها، الباحث التاريخي طبعا يقف عندها ويقوم بالتأريخ لها طبعا. وذلك من أجل أيضا فك طبيعة العلاقات التي كانت بين البلدين، وخاصة ذلك الجار الذي يعني من باب الوفاء أيضا، من باب الوفاء نعم. فكريا وعلميا نعم. وبحثيا. نعم. كلمة ختامية سريعة لو تكرمت أستاذنا الكريم. طبعا كلمة في لقائنا الأول يعني. نعم إن شاء الله إن شاء الله أقول في كلمة ختامية، نسأل الله تعالى السداد والتوفيق إلى بلدنا الكريم، ونشر الأمان والسلام في بلدنا الكريم. أقول ذلك الوطن الذي قال فيه ابن الرومي: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم حنت قلوبهم وأجروا دموعا سجافا لذلك، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ذلك الوطن الذي يجب أن نتغنى بالذاكرة، الذاكرة الجماعية التي خلدها أبناء شهداؤنا الأبرار ونحن ندرسها صباح مساء. فكما قيل أن الأمة التي لا تعرف تاريخها لا تحسن صياغة مستقبلها، فيجب على النشء اليوم الجزائري، على أبنائنا أن يستلهموا وطنيتهم من دراسة التاريخ الوطني. وفي الأخير سلامي إلى والدتي التي غمستني في روضات العلم وروضات القرآن، وها أنا اليوم ثمرة من ثمارها إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى المدد والتوفيق إلى الوالد الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه، إلى عائلتي وأحبابي وطلبتي، وبالخصوص عائلة بنيطو التي نتشرف بأن. شكرا جزيلا نعم. أستاذنا الكريم. شكرا نعم. وقت الحصة انتهى اليوم، وقت سريع كما أخبرتك نعم. على غير العادة. نعم. إلى حلقة قادمة مشاهدينا الأكارم، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.